السلام عليكم الأصدقاء العائلة، نتمنى تكونوا جميعا بألف خير ولقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة يا رب العالمين. وصفة جديدة، فيديو جديد إن شاء الله. تبعوا الفيديو حتى الآخر باش نجح معكم هذا الخبز الجميل اللذيذ إن شاء الله. يعني خبز بدون جلوتين كيجي زوين للفطور، غير جربوه راه غيعجبكم. ندخلوا المقادير مباشرة وطريقة التحضير. عندي هنايا الحليب دافئ، يكون دافئ حيت دابا الحل بارد. استعملت هنايا 230 مل من الحليب دافئ. يمكن استعمال حليب نباتي، واستعملت ملعقة من العسل، ويمكن لكم أن تستعملوا ملعقتين أو كما تحبون. نحركوه. هنايا عندي خميرة طبيعية بدقيق الأرز. انتوما على حسب الاختيار ديالكم استعملوا الخميره اللي بغيتو، خميره حبيبات او اي حاجه بغيتو. انا استعملت الخميره الطبيعيه بدقيق الارز. الا بغيتو نشاركها معكم خليو لي، عفوا خليو لي في التعليق ان شاء الله. وهنايا غنزيد دقيق الارز يكون مطحون جيدا. انا طحنته غير في البيت، مطحون جيدا كما ترون ويغربل، يعني تغربلوه. هنايا احتاجيت 230 عفوا 200 غرام 200 غرام من دقيق الارز الناعم جدا. غنستمر هكايا نحركو يخلط الكل جيدا كما ترون. كنزيد شيئا فشيئا. وهنايا بقى لي مازال الحليب، وانا غنزيد شويه الحليب حيت انا استعملت خميره فيها دقيق الارز. وهنايا اضفت قليل من الملح. وهنايا عندي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. وانتم لكم الاختيار، تستعملوا اي زيت تحبون او الزبده الجيده. هاد الخبز راه كيجي زوين زوين بزاف، غير جربوه للفطور راه كيجي يا سلام. وهنا غنزيد الحليب المتبقي شيئا فشيئا حتى نتحصل على الخليط اللي بغيت، القوام اللي بغيت كما ترون. وهاد زوين للناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين، وحتى حنايا اللي ما عندوش راه زوين. جربوه راه غيعجبكم. بنادم يبدل شويه المرات. الفطور راه كيجي زوين بزاف، واخا بات راه كيجي رطب حتى نتحصلوا على هذا القوام كما ترون هكايا. هذا القوام اللي بغينا، ما يكونش ثقيل. وهنايا غطيته ببلاستيك غذائي غنخليه حتى يخمر. تخليوه يخمر هنايا في الاناء، عاد ديروه في المقلاة. انا هنايا خمر ليا هنايا بالليل. انا غنديرو في نحطو حتى الصباح ونطيبوه حيت انا استعملت الخميره الطبيعيه. شفتوه راه خمر، ولكن واخا هكاك غنخليه نديرو في مقلاة ونحطو في الثلاجه. الا بغيتو ديرو في المقلاة حركوه، وإلا درتو الخميره الفوريه راه دغيا كيخمر، دغيا كيتوجد في الصباح، راه دغيا غتوجدوه للفطور. وهنايا استعملت انا قليل من الزعتر. نستمتوا بالزعتر، نتوما لكم الاختيار. يمكن ديروا الزرارع، يمكن ديروا اللي بغيتو، الزنجلان او النافع اللي بغيتو على حسب اللي كتبغيو. انا هنايا عفوا درت الزعتر. صافي لي هنايا غنحتاج مقله غير ملتصقه، وغندهنوها بشويه الزيت او الزبده. نخوي داك الخبز ديالنا، داك الخليط نخويه في المقله، وانا غنحطو حتى يخمر. قلت لكم غنخليه حتى الصباح، حيت درتو غير في العشيه. كون درتو في الصباح راه غنصاوبو، ولكن بغيتو الفطور غنغطيه وندخلوه للثلاجه كما ترون. نتوما الا درتو هذا الخميره الفوريه راه غتعطيو عاوتاني في المقلاة تيخمر، وعاد ديروه عاد طيبوه. هنا صافي الصباح خمر ليا كما ترون. وغنديروه فوق نار هادئه تكون منخفضه، نار منخفضه، ونخليه من 10 دقائق حتى 15 دقيقه حتى يكون الفوق ديالو يعني جاف، ناشف عفوا. وغنقلبو كما ترون. راه كيجي زوين بزاف ومحمر وكيشهي، غير المنظر ديالو كيشهي. ان شاء الله تبعوا الفيديو باش ننجح معكم هذا الخبز، راه كيجي زوين بزاف.
غنضغط عليه شويه حيت هذا المقلاة مجموعه عندي. صافي نخليه حتى يتحمر من التحت ونحيدو. راه دغيا كيتحمر. ولا وصلتي لهنايا مازال ما اشتركتي في القناه، اشترك وخلي لي واحد التعليق ولايك زوين بحالك باش توصلك الوصفات ديالي ان شاء الله. وهنايا صافي حيدته، نقطعو معكم باش تشوفوه. كيجي زوين زوين بزاف ولذيذ. والرز ما هاد الارز ما كيبانش فيه واش ديال الارز، راه ما غتعرفش واش ديال الارز. كما ترون كيجي يا سلام. غير جربوه ان شاء الله. الا جربتوه خليو لي تعليق ان شاء الله تعالى. كما ترون جا زوين زوين بزاف. كما قلت لكم نتوما لكم الاختيار في الخميره اللي بغيتو تضيفوها. وكما قلت لكم راه دغيا كيتوج في الفطور. تاخذوه مع اي حاجه بغيتو، الجبن او العسل او نتوما لكم الاختيار، او الشوكولات. راه زوين زوين بزاف وكيجي رطب. ان شاء الله جربوه، علاش لا. وهنايا خديته انا مع العسل كيجي زوين بزاف. وانتم لكم الاختيار كما قلت لكم كما تحبون. ونخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، الى اللقاء.